الليل لما بيليل كل باب بيتقفل بتربسين، وكل شباك بيتوارب بخوف. زمان كان الخوف لطعم تاني، طعم العجز، إنك تكون عارف إن في وحش طليق بره وممكن تكون إنت اللي عليه الدور. في قصتنا النهاردة بطلنا مش ضابط شرطة شجاع ولا محقق عبقري، بطلنا هو الشر نفسه. شبح ظهر فجأة في شوارع المحروسة الضلمة، دبح ومثل بالجثث ورعب قلوب الغلابة واختفى. اللي هتسمعوه دلوقتي مش حواديت قبل النوم، دي تفاصيل ليالي الدم اللي خلت الناس تخاف تمشي في ضلها. جهز نفسك وخد نفس عميق، الرحلة بدأت. بهية والبداية المشؤومة. كانت ليلة شتاء والمطرة مغرقة شوارع المنشية القديمة. بهية ست بسيطة كانت راجعة بيتها متأخر بعد ما خلصت شغلها. الشارع كان فاضي تماما، مفيش غير صوت المطر. بهية حست بحد ماشي وراها، خطوات تقيلة، وهي لما بتقف الخطوات بتقف، ولما بتمشي الخطوات معاها. دخلت في زقاق ضيق عشان تختصر الطريق، ودي كانت غلطة عمرها. الصبح الناس لقوا بهية بس مش زي ما كانوا عارفينها. المنظر كان بشع لدرجة إن شيخ الحارة ما قدرش يبص للجثة مرتين. كانت مذبوحة بطريقة احترافية، وكأن اللي عمل كده مش مجرد بلطجي، ده حد فاهم هو بيعمل ايه. السؤال اللي بدأ يدور في همس الناس: مين اللي قلبه جايبه يعمل كده في ست غلبانة؟ الرسالة الملعونة. بعد أسبوع من موت بهية الرعب زاد، والضحايا التانية كانت ثانية، نفس الطريقة ونفس المكان المعزول، بس المرة دي القاتل ساب علامة. الشرطة لقت ورقة ملطخة بدم ناشف جنب الجثة، مكتوب عليها بخط مهزوز وكأنه مكتوب بصباع: لسه بدري، اللي جاي أصعب. الضابط المسؤول عن القضية وهو عصام كان هيتجنن. ازاي قاتل يسيب دليل زي ده؟ هل بيتحداهم ولا واثق ان محدش عارف يوصله؟ البلد كلها بقت بتنام من المغرب ومحدش بيجرؤ يفتح بابه لأي طارئ. يا ترى عصام هيقدر يفك طلاسم الرسالة ولا دي كانت بداية اللعب؟ الليلة السوداء، الجريمتين. ليلة ما طلعش لها قمر. السفاح قرر ان ضحية واحدة مش كفاية. في الليلة دي توحيدة كانت بتجري في الشارع بتستنجد. حد شافها بتجري من خيال طويل لابس بلطو اسود، ولما وصلوا لها كانت خلاص فرقت الحياة. الشرطة لسه بتحقق وبتلم الأدلة. جالهم بلاغ تاني في حارة تانية قريبة. نعمات بياعة الورد لقوها مرمية جنب سور قديم، والجريمتين حصلوا في أقل من ساعة واحدة. يعني القاتل دبح وهرب ودبح تاني في وقت قياسي. ده مش بني آدم طبيعي، ده شيطان بيتحرك بسرعة البرق. الشاهد الأعمى. وسط الضلمة دي ظهر بصيص نور، راجل عجوز ساكن في عشة فوق السطح بيت قديم. قال إنه سمع صوت القاتل. الراجل كان نظره ضعيف بس ودنه زي الرادار. قال للنيابة: سمعت صوت كعب جزمة ميري عسكرية بيضرب في الأرض، وسمعت صوت واحد بينهج كأنه في سباق، وبعدها سمعت صوت ضحكة مكتومة. الوصف ده قلب القضية. هل القاتل عسكري أو ضابط ولا حد لابس جزمة ميري عشان يتوه التهمة؟ الناس بدأت تشك في أي حد ماشي بالليل لابس جزمة تقيلة، والشك دخل كل بيت. حتى ظباط بقوا يبصوا لبعض بشك. غرفة زينب، المذبحة. وصلنا لقمة المأساة. زينب كانت أجمل بنت في المنطقة، وكانت قافلة على نفسها باب أوضتها بالترباس. السفاح المرة دي ما دخلش من الباب، ده نزل من المنور. اللي حصل في أوضة زينب محدش يقدر يوصفه بلسانه. الجدران كانت بتصرخ من منظر الدم. السفاح قعد معاها وقت طويل، كان بياخد راحته في شغله. ولما كسروا الباب الضابط عصام خرج يرجع من اللي شافه. دي كانت رسالة صريحة من السفاح: أنا محدش يقدر يوقفني ولا حتى جدران بيوتكم. دي كانت النقطة اللي الناس أيقنت فيها إنهم بيواجهوا غضب من ربنا مش مجرد قاتل. وجوه في الظل. دايرة الاشتباه وسعت. قبضوا على عبده المجنون اللي كان بيمشي يكلم نفسه، وقبضوا على الخواجة ديمتري
الحلاق عشان عنده أمواس حلاقة حادة، حتى الدكتور جلال اللي عيادته في أول الشارع الناس شكت فيه لأنه بيفهم في التشريح. بس كل دول طلعوا براءة، مفيش دليل واحد يمسك حد فيهم. القاتل كان ذكي، ذكاء مرعب، ما بيسيبش وراه بصمة ولا شعرة ولا حتى أثر جزمة. كل ما يقربوا خطوة يكتشفوا إنهم بيطاردوا سرب، السكون اللي قبل العاصفة. بعد جريمة زينب فجأة وكأن الأرض اتشقت وبلعته، السكينة وقفت والدم نشف. عدى شهر، 2 سنة، والجرايم وقفت تماما. هل السفاح مات؟ هل سافر؟ ولا هل تاب؟ الهدوء ده كان بيرعب الناس أكتر من القتل نفسه. كل واحد ماشي وحاسس إن السفاح بيراقبه من ورا الشيش. الحكاية دي اتحولت لأسطورة الأمهات بتخوف بيها العيال: نام يا واد أحسن السفاح يجيلك. بس السؤال كان بياكل في دماغ عصام: هو راح فين؟ الشبح اللي عايش وسطينا. مرت سنين والأجيال اتغيرت والبيوت القديمة اتهدت وطلع مكانها عماير، بس سيرة السفاح الحواري لسه عايشة لحد النهاردة. ملف القضية لسه مفتوح ومكتوب عليه ضد مجهول. ممكن يكون السفاح كان جد حد فينا، ممكن يكون مات موتة طبيعية على فرشته والناس مشيت في جنازته وترحمت عليه وهم مش عارفين انهم شايلين شيطان. الحقيقة المرعبة مش مين هو السفاح، ان الحقيقة هي ان الشر ممكن يكون له وش طيب وصوت هادي وعايش في وسطنا، بياكل ويشرب ومستني اللحظة المناسبة عشان يصحى تاني. بص حواليك كويس، مش يمكن يكون هو ده. قضية السفاح الحواري اتقفلت في الدفاتر بس ما اتقفلتش في الذاكرة. كل شارع قديم في مصر وكل زقاق ضلمة شايل سر من أسرار الليلة دي. لو انت مروح بالليل سمعت صوت خطوات وراك في الشارع الفاضي، ما تقفش، كمل مشي وادعي انها تكون مجرد تهيؤات، عشان لو بصيت وراك ولقيته هتكون دي اخر حاجة تشوفها عينك. لو عجبتك الرحلة المرعبة دي ما تنساش تشترك في القناة زي الحكاية عشان اللي جاي اتقل بكتير. تصبحوا على خير لو عرفتوا تناموا. كان معكم يوسف حمدي من قناة زي الحكاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.